هنعمل مع بعض النهارده مكرونه بالسجق. بجد الطعم انا اصلا يعني كتير جدا برجع لها وبعملها لما بلاقي نفسي ان انا محتاره مش عارفه اعمل ايه، الاقي نفسي برجع لها على طول. حتى لو ما عنديش سجق أو اي حاجه من اللحوم بعملها كده من غير حاجه وبتطلع برضو تحفه. زي ما احنا شايفين انا جبت كيلو من السجق. بعد ما قطعته حطيته في الحله، طبعا انا ما حطيتش في الحله اي ماده دهنيه، هو اللي بينزل لوحده من الدسم. وبعد ما شوحته كويس وخليته يكون كده عاطي لون حلو، حطيت شيلته. حطيت دلوقتي بصلايه مفرومه، وبعد البصلايه تقلبتين حطيت معلقه من الثوم وبرده تقلبتين، وبعد كده حطيت الفلفل الالوان. وبعد كده بعد برضو ما حطيتهم تقلبتين كده مع بعض، حطيت 4 معالق من الدقيق. طبعا لو عايزه تعملي البشاميل من بره وتحطيها في حله لوحدها تمام، بس انا في طبيعتي بحب ايه، يعني الحاجه اللي ممكن اقدر اوفر فيها في الحلل والحاجات الكتير بتاعه المطبخ انا بعملها دي كده على طول بصراحه، مش بعمل في حله تانية. وبعد كده بعد ما حمرت ال4 معالق من الدقيق، بحط لتر من الحليب. وطبعا زي ما احنا متعودين ان انا دايما اقول بنحط الحليب بالحبه القليلين علشان ما يحصلش فيه اي تكتلات. وبرده مع اني حاطه جوه الفلفل والبصل ما حصلش اي تكتلات خالص. انا حطيت بس في البشاميل ده وفي التوابل دي كلها نص معلقه من الفلفل ونص معلقه من الملح تمام، ورشه جوز الطيب. وبعد كده حطيت المكرونه طبعا كنت سلقه كيلو، حطيت فيها بس وانا بسلقها معلقه من الملح. وبعد ما سلقتها خلاص جبت بقى حطيت في الطواجن. ده حطيت فيه جبنه موتزاريلا وحطيته في الفرن. والطواجن التانية جبته وحطيتها بقى زي ما احنا عايزين، اللي عايز كان في الفرن تمام، واللي عايز كده ويحط عليه كاتشب بس كان برضو خلاص. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت ما ننساش نشترك في القناه.